هل تتخيل أن إبليس عدو الإنسان وقف يوما يطلب شيئا من نبي؟ نعم، هذه قصة غريبة لكنها حقيقية. قصة إبليس مع نبي الله موسى عليه السلام. ذات يوم جاء إبليس إلى موسى عليه السلام وقال له: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله بكلامه، وأنا مخلوق من نار وطردت بسبب آدم، فاسأل الله لي التوبة. فتأمل موسى هذا الطلب العجيب من إبليس، ثم دعا الله عز وجل أن يغفر له، فجاء الرد من الله تعالى: يا موسى، قل له يسجد لقبر آدم وسأغفر له. عاد موسى إلى إبليس وقال له: إن الله يشترط عليك أن تسجد لقبر آدم. فغضب إبليس وقال بكبريائه المعهود: أنا لم أسجد له حيا، أأسجد له ميتا؟ ثم قال: يا موسى، لي عندك طلب آخر. قال موسى: وما هو؟ قال: إذا ذكرتني فاذكرني بلعنة، وإذا ذكرتني عند الناس فلا تمجدني، بل حذرهم مني. إبليس لم يتب لأنه لم يترك الكبر، والله لا يرد من تاب بصدق، لكن الكبرياء يمنع الهداية. تعلم من هذه القصة درسا واحدا: أخطر ذنب على الإطلاق ليس السرقة ولا القتل، بل الكبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا تنسى الاشتراك في قناة نبذة، نعمل لتلخيص كل شيء. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.